وكثيرا ما يتهم الغرب الإسلام كذبا وزورا بأنه انتشر بالسيف. وعندما نسأل أي عاقل من عقلاء النصارى كم مرة وردت كلمة السيف في القرآن الكريم، من يجيب على هذا السؤال؟ هل الإخوة في سبات عميق أم في يقظة؟ نعم، ولا مرة. كم مرة وردت كلمة السيف في الكتاب المسمى زورا مقدس؟ مئات المرات. إذن هم يكذبون على الإسلام بأنه انتشر بالسيف ليجعلوا من ذلك مسوغا لاستخدام السيف، فهو في الحقيقة لا يصف التوسع الإسلامي بقدر ما يبحث عن شرعية ضرب الشعوب بالسيف تحت شعار التبشير أو التنصير. والواقع كما يرى الغرب أن حالات دخول الإسلام أكثر عددا من حالات التنصر من غير مراكز تنصيرية ومن غير ضرب الشعوب بالسيف. الأمر الثالث التمهيد لإخضاع العالم الإسلامي سياسيا واقتصاديا وثقافيا لسيطرة النفوذ الغربي، وتهيئة الأجواء لقبول العولمة والكوكبة للجلوباليزيشن وما يتبع هذا النظام من توحيد الأيديولوجية العالمية السياسية وإقامة هيكل اقتصادي جديد وبث قيم اجتماعية عصرية وإزالة الحواجز الثقافية وتذويب الفروق بين المجتمعات الإنسانية انتهاء برعاية الحوارات الدينية والثقافية، بل والدعوة إلى ما يشبه الدين العالمي إلى غير ذلك من شعارات وأهداف براقة ينخدع بها الكثيرون، فإن ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه الخسران، إذ هي في حقيقتها تسعى لحصار المسلمين وفرض التبعية الغربية عليهم وإقامة آليات السيطرة حولهم واختراق الحضارة والهوية الإسلامية، خاصة بعد أن غير الغرب من أساليب السيطرة العسكرية التقليدية واستبدلها بأساليب حديثة تعطي النتائج نفسها. أترون أن التنصير والقائمين عليه سيقفون مكتوفي الأيدي أمام هذه المتغيرات الدولية؟ كلا، فإنهم سيكدون لتحقيق أهدافهم تحت مظلة تلك المتغيرات التي يعتبرونها فرصة ثمينة وسانحة لبلوغ مآربهم. إن الزمان قد دار دورته وما اليوم من الأمس ببعيد، فها هم أولاء يجدون تحت مظلة العولمة فرصة لدعم التنصير ونشر النصرانية كما فعلوا قديما تحت رعاية الاستعمار العسكري الأوروبي ومن قبله الحروب الصليبية. ثم يخرج علينا من يقول إن الحروب الصليبية قد انتهت. لا، ما انتهت، لقد أكد بوش أنها ما انتهت. راقبوا أعمال التنصير الدؤوبة في ديار الإسلام فسترونها جهارا نهارا بدون بندقية ولا مدفع إلا نادرا. ما هي وسائل التنصير بين القديم والحديث؟ لا أريد أن أطيل عليكم، سأسردها وأعطيكم أرقام وحقائق مذهلة. أولا، استغلال الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية. استغلال الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية. مثلا بعد الحرب الأهلية في سيراليون عام 96 والتي قتل فيها أكثر من 10,000 شخص وتسببت في نزوح 1.5 مليون شخص من منازلهم، قال كريسبين كول أحد قادة منظمة الإغاثة World Relief Corporation إن الأبواب مفتوحة أمامنا لتنصير هؤلاء المسلمين. منظمة الرؤية العالمية التي لها نشاط في أكثر من 80 دولة وتشرف على 86,000 لاجئ مسلم صومالي توفر لهم الدواء والكساء والتعليم وتدعوهم إلى النصرانية، علما بأن نسبة المسلمين في الصومال كم يا إخوة؟ كم نسبة المسلمين في الصومال؟ من يعرف؟ كم نسبة المسلمين في الصومال؟ 100%. وفي الصومال أيضا كان الهدف الحقيقي للمشروع الألماني الوطني لمحاربة أمراض العمى هو نشر النصرانية والدعوة لها، وهذا ما اعترف به مسؤول المشروع جي ميشيل بعد إسلامه. في البوسنة وزعت الإرساليات التنصيرية 700,000 كتاب تنصيري، كما وزعت عدة ألاف من قصص الأناجيل على أطفال العراق. استخدام التكنولوجيا الحديثة في التنصير والدعاية له، استخدام البريد الإلكتروني، شبكة الإنترنت، بلغ عدد أجهزة الكمبيوتر المستخدم لخدمة التنصير، والله أنا مش عارف أقرأ الرقم، يا ريت الإخوة يضعوا الرقم وأحد يكتب لنا إياه، يا ريت الإخوة يضعوا الرقم 206 961 3 أصفار، يعني 269 مليون
رقم خيالي والله. أنا بصراحة مش عارف أقرأ الرقم. نعم 206 9 6 1 3 أصفار. يا ريت أحد الإخوة، أنا ضعيف في الرياضيات، يقرأ لنا هذا الرقم. هذا سنة 96 عدد أجهزة الكمبيوتر المستخدمة لخدمة المسمى تنصير. قامت شركة مايكروسوفت لبرامج الكمبيوتر العالمية بتزويد المؤسسات التنصيرية ببرامج مجانية بقيمة $5 ملايين عام 93. وقام القس الأمريكي بيلي جراهام صاحب معهد خاص بتنصير المسلمين بحملة صليبية تهدف للوصول إلى 400 مليون شخص في 500 مدينة. 400 مليون شخص في 500 مدينة عن طريق الأقمار الصناعية عبر 16 قرصا للأقمار الصناعية إلى 170 دولة. وهذه هي أكبر عملية لنشر النصرانية التي تستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة بهذا الزخم. دعت الكنيسة في إنجلترا أتباعها إلى أداء الصلاة على الإنترنت، وفتحت الكنيسة موقعا على الشبكة تبين من خلاله كيفية أداء الصلاة بشكل بسيط. وربطت الكنيسة في الموقع نفسه بين الالتزام بالصلاة وبين التمسك بالرجيم الغذائي أو المواظبة على العناية بحديقة المنزل. ثالثا، بناء الكنائس والمراكز التنصيرية بشراهة زائدة مفرطة. كانت هناك كنيسة واحدة في العاصمة باماكو بمالي. كم كنيسة كان في مالي؟ في كنيسة واحدة، حيث لا يوجد إلا 2% من السكان من النصارى. إلا أنه الآن وبسبب النمو الكبير في حركة التنصير تم بناء 32 كنيسة في العاصمة وحدها. 32 كنيسة في باماكو عاصمة مالي. وفي غانا شيدت 600 كنيسة جديدة خلال عام 93. صدق أو لا تصدق، believe it or not، 600 كنيسة خلال عام واحد سنة 93. 4، التنصير بالبريد. انتشرت هذه الظاهرة في بعض البلدان العربية، مصر مثلا، فكثيرا ما يصل إلى أحد المسلمين رسالة من مصدر مجهول داخل مصر أو خارجها تتضمن رسالة تنصيرية وقحة. ويمكن الربط بين هذه الظاهرة المريبة وبين نعي الوفاء الذي ينشر في الجرائد مشفوعا بالعنوان البريدي لإرسال برقيات العزاء. وعلى أي حال يبقى سؤال لابد من طرحه، وهو إذا كان بعض الناس يتحدث الآن عن مراقبة البريد لمعرفة ما يطلق عليهم إرهابيين مزعومين، لماذا لا يراقبون بريد هؤلاء التنصيريين؟ 5، التخصصية الفائقة، الدقة في التنصير. جمعيات التنصير للتخصص في تنصير قبيلة في أدغال إفريقيا، أخرى في أواسط آسيا، أو لتنصير عرقية محددة في أقصى سيبيريا. ولذلك تراهم يترجمون الإنجيل خصوصا بلغة تلك القبيلة أو العرقية، ويطبعون الكتب التنصيرية لنشرها، وتقام دورات للمنصرين لتعلم لغات تلك القبائل وعاداتها وأيديولوجياتها. مثلا تبث الإذاعات التنصيرية أو حتى برامج في إذاعات أخرى بلغة قبائل معينة، وهذا ما فعلته محطة إذاعة حول العالم التنصيرية التي تبث برامج خاصة بلغتي قبائل لوموا وماكو الإفريقيتين. الأمر السادس، استغلال المناصب السياسية والإعلامية لخدمة التنصير. الأمر السابع، منح الجوائز التشجيعية العالمية أو شبه العالمية لمن كان لهم دور بارز في خدمة قضايا التنصير أو قضايا ضد الإسلام. مثلا من الجوائز التي منحت لجنة جائزة أوناسيس الجائزة الكبرى وقدرها $250,000 أمريكي للأرثوذكسي بطرس غالي، سكرتير عام الأمم المتحدة سابقا، نتيجة جهوده في التفاهم الدولي والتمييز الجماعي، ويقصدون دوره الكبير في مشكلة البوسنة والهرسك. وقد أعلن عن تلك الجائزة مباشرة بعد سقوط الجيب الآمن الذي أعلنته الأمم المتحدة في سربرينيتشا في البوسنة وقتل عدة ألاف من المسلمين العزل هناك. اختارت جمعية كنائس ماترا في فنلندا الأسقف بارد نابان أسقف مدينة توريت في جنوب السودان لجائزة السلام التي تمنحها عادة لأولئك الذين يبذلون جهودا كبيرة في هذا الميدان. الأمر الثامن، الزيارات المتكررة والمكثفة التي يقوم بها كبار دعاة النصرانية وكبار المنصرين على المستوى الدولي. لقد قام الهالك يوحنا بولس الثاني في الفترة من 5/82 وحتى 20/9/95 ب46 زيارة ل40 دولة إفريقية. كم زيارة؟
من 5/2/1980 إلى 20/9/95 ب46 زيارة ل40 دولة إفريقية. وبالمقارنة لا نجد أحد من البابوات زاروا إفريقيا بهذا القدر الهائل من الزيارات كما فعل البابا يوحنا. ما هو هدف هذه الزيارات؟ نشر المحبة ويسوع بحبك؟ ما هو هدفها؟ افتتحت تيريزا الهالكة 4 مدارس تنصيرية أثناء زيارتها لمصر، فضلا عن رعايتها لكثير من الاجتماعات والاحتفالات في ذلك الوقت.